السلام عليكم، أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. هنتكلم النهاردة عن أسعار الذرة المستورد وأسعار الذرة المحلي وأسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وسعر مخلفات الرز. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم هنبدأ بأسعار الذرة النهاردة. سعر الذرة الأصفر المستورد البرازيلي 11250 جنيه للطن، صب أرضه من المينا، في زيادة 50 جنيه في البورصة. وبالنسبة للذرة الأصفر الأرجنتيني المستورد 11250 جنيه للطن، صب أرضه من المينا، سجل معانا زيادة برضو 50 جنيه للطن. وبالنسبة لأسعار الذرة الأوكراني الأصفر المستورد 10250 جنيه، بزيادة 50 جنيه في الطن عن سعر امبارح. سعر الذرة المستورد الأصفر الصربي والأمريكي والبلغاري والروماني بنفس أسعار الذرة الأوكراني. وبالنسبة لأسعار فول الصويا النهاردة، سعر فول الصويا 44% بروتين 23,000 جنيه للطن، صب أرضه من المينا. وسعر فول الصويا 46% بروتين 23,500 جنيه المستورد والمحلي. بالنسبة لسوق الرز الشعير النهاردة في زيادة في العرض. الزيادة دي جاية نتيجة إن الموسم شغال. الكمية اللي تم ضمها من الموسم حاليا لا تتعدى 20%، وفي تقريبا 80% متواجد لسه في الأرض. والزيادة ديت بتاعة العرض في السوق نتيجة إن سوق المخزن شغال، والمخزن قاعد يخزن ومش فارقة معاه يدفع 200 جنيه زيادة 300 جنيه زيادة في الطن، ولو حتى وصلها ل500 جنيه. وطبعا ده كله أدى إن فيه لخبطة في سوق الرز النهاردة. والأسعار اللي هنقولها لحضراتكم دي أسعار وصال للمضرب، أسعار استلام الرز للمضرب، لأن سوق المخزن بيبقى مزود البضاعة في السوق شوية، واما المخزن يكتفي هترجع الأسعار طبيعية زي اللي احنا بنقولها استلام مضار. بالنسبة لسعر الرز الأبيض النهاردة العريض، بضاعة على جودة، زيت وبخار وسوروتكس وكسر من 8 ل10%، 22,200 جنيه، شكارة 25 كيلو و10 كيلو. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع النهاردة من أرض المضرب 20,500 جنيه، بضاعة على جودة، زيت وبخار وسوروتكس وكسر من 8 ل10%، والشكاير متعبية 25 كيلو و10 كيلو. بالنسبة لسعر الرز الشعير النهاردة العريض وصال للمضرب 14,500. وسعر الرز الشعير النهاردة وصال للمضرب الرفيع 13,500. ديت الأسعار الفعلية اللي المضارب بتستلم بيها. أسعار التنفيذ بتقل 200 جنيه، وبتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب النولون وطريقة السداد وجودة البضاعة. وبكده نكون عرضنا لحضراتكم الأسعار النهاردة، وياريت تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.